بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إزيكم حبايبي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة يا رب. فيديو النهاردة فيديو مميز جدا جدا. هنعمل مع بعض عشاء خفيف وسريع وسهل بأبسط المكونات. خليكم معايا. عشاء في منتهى اللذاذة ومنتهى الحلاوة، طعمه خطير جدا جدا بمكونات بسيطة جدا جدا. لو في أي وقت ما عندكيش أكل هتلمي بواقي التلاجة وتعملي عشاء محترم. عشاء لا تقولي بيتزا ولا تقولي كريب ولا تقولي أي حاجة. العشاء ده هيخليكي أولادك في البيت هيدمنوه ويقولوا له كل يوم اعملي لنا من العشاء ده، وما بياخدش وقت، سريع وسهل وجميل. يلا بينا نبتدي الطريقة. عندنا بولة هنكسر فيها 4 بيضات، والبيض متوفر في كل مكان. هنكسر 4 بيضات، والبيض من الأفضل يكون بحرارة الغرفة. وبعد كده بنحط له معلقة فلفل، بنحط له معلقتين خل الأول، معلقتين خل. وبعدين بنحط له معلقة صغيرة فلفل، وبنحط له الملح. ونضربهم شوية كده لحد ما يمتزوا كله مع بعضه كده. تمام، اتمزجوا مع بعض. هنجيب بقى كوباية لبن ونحطها عليهم ونضربهم شوية. وبعد كده نجيب نص كوباية زيت، المادة الدهنية، ونحطها عليهم ونضرب شوية. بعد كده بنجيب كوباية ونص دقيق، كوباية ونحط نص تاني دقيق، كوباية ونص دقيق، ونضربهم. يعني حاجات سهلة جدا، بس هتعملي عشاء محترم وفخم، ومش هتحتاسي. لو ما عندكيش أكل في البيت، في ثواني هتعملي لهم ده، في ربع ساعة هتأكلي عيالك. هنضربهم ضرب كويس كده. بعد كده بنحط التوابل بتاعهم، بنحط معلقة زعتر، ومعلقة توم بودر، ومعلقة بصل بودر، وبعدين بنحط الفلفل الأخضر، قرنين فلفل أخضر وقرن فلفل أحمر، كله بارد. ولو انت عايزة تحطي حامي مفيش مشكلة وانتوا بتحطوا حامي، انما ده كله بارد. وبعد كده بنحط البقدونس، نص حزمة بقدونس. وبعدين بنحط الطماطم المتقطعة. وبعدين نحط الجبنة الرومي،
كله بواقي من التلاجة، ونحط الجبنة الموزاريلا ونبتدي نضربهم مع بعض كلهم. بعد كده بنجيب معلقة بودر ونحطها عليهم، ومعلقة صغيرة بودر ونحطها عليهم، ونضرب نخليها تتداخل في كل المكونات. بعدين نجيب صينية كده وندهنها زيت ونعفرها بشوية دقيق، ونحط الخليط فيها ونصفي الخليط، نشيل كل المكونات اللي موجودة في البولة ونفضيها. ونضرب البولة كده بحيث كله يتساوى الخليط مع بعضه، وندخلها على فرن سابقة التسخين، فرن حامية جدا على أعلى درجة حرارة 200 درجة مئوية. هيطلع معانا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هنسيبها تبرد 5 دقايق ونبتدي نقطعها. الشكل مغري والطعم بإذن الله هندوقه ونشوف. كده هنبتدي نقطعها بقى، يا إما تقطعيها مكعب مربعات يا إما مثلثات بالطريقة اللي تريحك. بعد كده نفضيها من الجناب كده من لزق، ونطلع بقى خرطة كده منها وندوق ونقول رأينا ايه فيها. بتتاكل طبعا زي البيتزا دي، ما بتتاكلش بالعيش، بتتاكل جنبها بطاطس محمرة حتتين مخلل كده، وتاكلي وبالهنا والشفا. طعمها خطير 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 جدا. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. ولو عجبكم الفيديو يا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.